قبل اي حاجة ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. هنتكلم النهاردة عن حاجتين: اليو ديانج والعرض المالي الرهيب. اتعرض عليه 8 مليون دولار في فريق فرنسي، وده عرض كبير جدا، بس طبعا جاي للاهلي عشان عارفين ان اخر سنة عرض زهيد بالنسبة للاهلي والاهلي رفضه. هل الاهلي يقدر يحافظ على اليو ديانج؟ ما اعتقدش. انا بالنسبه لي اهم لاعب في خط النص دلوقتي هو اليو ديانج مع محمد علي بن رمضان مع امام عاشور. طبعا انا بتكلم في خط وسط الدفاعي. الهجومي هيبقى امام عاشور ومحمد علي بن رمضان ان شاء الله. يعني يبقى خط وسط جبار، ولو قدرنا ان احنا نحافظ على اليو ديانج هتبقى صفقه من اهم الصفقات اللي انت ممكن تكون عملتها اساسا، عشان واحد زي اليو ديانج ده ما لهوش بديل. البديل بتاعه مروان عطية وبعيد جدا عن مستواه. فهل انت هتقدر تحافظ عليه؟ ما اظنش، عشان هو قال لك هنتكلم بعد كاس الافريقيه وخلاص. هو بيلعب مع مالي واظن هيجي له عروض كتير جدا ويبدا يختار منها. الحاجة التانية بيراميدز والمصري، مباراة النهاردة تقيلة تعتبر حلوة قوي. المصري عامل مباراتين تقال، كسب زي ما قلت لكم في الماتشين بالتلاتة، مرة 3-0 ومرة 3-1. المصري فريق تقيل، المصري عامل شغل حلو. وبيراميدز زي ما احنا عارفين كسب المباراة الأخيرة وتعادل اللي قبليها، برضه هيبقى فيها شغل. فهتبقى مباراة تتفرج على كورة حلوة. لو التحكيم ما عملش شغله ممكن المصري يعمل حاجة مع بيراميدز، واللي متوقع ان المصري يبقى الحصان الاسود زي السنة اللي فاتت في الدوري السنة دي. ممكن ان هو ياخد التالت كمان، الله اعلم هتبان. بس مباراة تبقى حلوة جدا، فيها كورة فيها ندية، لان احنا شفنا بيراميدز مع الاسماعيلي كانت عاملة ازاي، زي الزفت. هي بهجمة بجون، المصري بيهاجم وبيدافع كويس جدا. هنتفرج على الماتش وهنشوف التحكيم هيبقى عامل ازاي. ولازم الاهلي يركز جدا في تحكيم مع الزمالك وبيراميدز قبل ما يركز مع نفسه. وهنشوف الدوري ده هيودينا على فين. ومشتاق جدا ومستني جدا ان امام عاشور يرجع للماتشات، هو يرجع للتدريبات. دي حاجه سعيده جدا، حاجه بسطاني جدا. عقبال ما يرجع ان شاء الله الماتشات، اذا كان هياخد جزء في ماتش غزل المحله او هياخد ماتش بيراميدز باذن الله.